السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده اعلمكم طريقه عمل الزبادي في البيت. هنجيب نص كيلو لبن اهو مغلي، بس نخليه دافي زي دمعه العين كده. وهنجيب علبه زبادي اهي، علبه زبادي يا اما بلدي يا اما زبادي المراعي، اي نوع زبادي. ونحط علبه الزبادي على النص كيلو لبن هنا. بعد ما ندوبها كويس كده ونخليها يعني سايحه كده اهو. انا مقلباها ومدوباها اهو رفعت. وهنشوف هنعمل مع بعض كام علبة زبادي، بس برضه تبقى موفرة عن اللي بنشتريها من بره. الزبادي غالية اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو حبايبي. اهي عملت معايا 2 طاجن وكوبايتين، وكمان حطيت في علبة الزبادي اللي انا لسه مفضيها من شوية. وكل اللي محتاجاه ان انا اكون مدفية الفرن من قبلها بشوية كده، بس مدفية بس من قبلها ب5 دقايق، واروح مدخلاهم الفرن مش اقل من 6 ساعات. وبعد كده اخرجها وارجع لكم تاني. ورجعت لكم حبايبي اهوت بعد ما خرجت الزبادي من الفرن وحطيتها في التلاجة ساعتين. بس انا عايزه اقول لكم ان انتوا يعني ايه، ما تفتحوش على الزبادي وهي داخل الفرن لما يكون متدفي كده، عشان ما تبص منكم. وما تسيبهاش اكتر من 4 ساعات عشان خاطر ما تطلعش الميه بتاعتها. ودلوقتي اهو هنشوف اهي، اهي شيء اهي، اهي زي الفل اهي. والله العظيم وطعمها تحفه. انا ما باكلهاش من غير سكر، بس دقتها دلوقتي والله والله طعمها جميل. ونص الكيلو عمل كوبايتين وطاجنين وكوبايه زبادي اللي انا كنت جايباها عشان اخسر بيها الزبادي. انا عايزه منكم لايك وشير، تدعموني على القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.